رحيل الشاب احمد المسلماني بعد تلقيه طعنات الغدر من فارس. زي ما حضراتكم عارفين اتقي الشر من احسنت اليه. احمد المسلماني رحمه الله عليه شاب بيتمتع بسمعه كويسه جدا ما بين الناس في رشيد، وعنده اكتر من فرع مساغ في رشيد، ولكن اول لما فكر قال اجيب حد معرفه علشان يشتغل معايا وبرضك ياكل عيش، وللاسف اللي جابه دوت اسمه فارس. بعد ما اعطاله الامان اتضح اللي هو بيسرق حاجات كتيره جدا من بعض المساغات، واما الكاميرات المراقبه جابته فاحمد المسلماني حب ياخد الاجراءات القانونيه ضد فارس، وبالفعل راح عمل محضر، والمحضر بعد مراجعه الكاميرات المراقبه حبسوه. وبعد فارس اما طلع من المحضر زي ما حضراتكم هتشوفوا في الفيديو، خلى احمد المسلماني وهو ماشي بعربيته وقفه، كان معاه واحد صاحبه، وبعدين وقفه الراجل نزل له قال له تعالى عشان اصفي بعض الحسابات معاك. الراجل زي ما حضراتكم شايفينه في الفيديو ما عطاهوش اي حاجه من الغدر، واتكلم معاه زي ما هتشوفوا في الفيديو، ولكن الراجل العمليه اتطورت معاه وفضل يمد ايده. وطبعا احمد المسلماني رحمه الله عليه حب يدافع عن نفسه، لقى واحد صاحب فارس بيلف من العربيه وفاتح سلاح ابيض وبيديله طعنات موجهه للرقبه، وصاحبه خده على الفور بالعربيه علشان يلحقه في اي مستشفى. ولكن للاسف ايام العيد كانت عطله رسميه ومفيش حد رضى يقبل حالته، فودوه في مستشفى حكوميه. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين بدات الحاله تسوء يوم عن التاني، ومن بعد انتشار الاخبار على كل منصات التواصل الاجتماعي بدات الناس تدعي لاحمد المسلماني لان حالته كانت خطره جدا. ولكن جاءت الريح بما لا تشتهي السفن، رحل عنا الشاب المحترم اللي بيتمتع بسمعه كويسه وطيبه ما بين اهل رشيد احمد المسلماني. هعرض لحضراتكم بعض الفيديوهات المؤثره جدا بعد رحيل الشاب احمد المسلماني. رحل احمد المسلماني تاركا طفله صغيره وزوجته واهله في حاله لا يرثى لها. وعلشان ما اطولش على حضراتكم اليكم الفيديو. عايزين